اقوم مفكر نفسي بالقاعده، انا كده كده عايز هاد وفعل في تصريف ثالث، وعايز وود هاف ايوه وفعل في تصريف ثالث، بفكر نفسي بس انا شاطر، ما يوقعش الا الشاطر. فكر نفسك، مخك هو اللي يسوقك في الاجابه، ايدك تسبق عقلك هطبل لك، هتقول لك صح 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 وانت بتهبد. طب مستر عبد الرحمن ازاي احل سؤال الريرايت مع قاعده اف الثالثه عشان انا في ثالثه اعدادي؟ بص يا قلبي والله العظيم روقان. بص مستر عبد الرحمن قال ايه؟ قال قاعده اف الثالثه بتتكلم عن عكس ايدي، عكس ايدي، عكس ايدي، عكس. الله ما خلاص بقى يا مستر، ما انا هقول لك ليه بتك عليها. عكس ما تم في الواقع، يعني انا عشان استخدم كلمه اف اهو لازم اتكلم عن العكس، لازم اتكلم عن الايه؟ عن العكس. فهو هنا بيقول لي ما ذاكرش شيء، يبقى في قاعده اف هقول ذاكر. هنا بيقول لي سقط في الامتحان، هقول هنا لو ما كانش سقط في الامتحان مش هيسقط في الامتحان. فانا بقول لك عكس ما تم في الواقع. عايز تستخدم كلمه اف هتعكس الحقيقه. فالحقيقه يا صديقي العزيز اننا نقول انه لم يذاكر لذلك رسب في الامتحان. فانا اقوم قايل ايه؟ ما هو لو كان ذاكر ما كانش سقط. الله، طب يا مستر ده هنا المذاكره منفيه وهنا مثبته. ايوه ما انت بتعكس بقى، اعكس. عارفين القاعده بتاعت اثبت المنفي وانفي المثبت اللي لخبطتك دي؟ ما هي الفهمان بيريح، لازم تبقى فهمان كده اهو. فانا عايز اقول ايه يا مستر ابدو؟ عايز اقول ايه يا روح قلب المستر؟ اولا بيقول لي استخدم اف. طب مستر عبد الرحمن ازاي احل سؤال الريرايت مع قاعده اف الثالثه عشان انا في ثالثه اعدادي؟ بص يا قلبي والله العظيم روقان. بص مستر عبد الرحمن قال ايه؟ قال قاعده اف الثالثه بتتكلم عن عكس ايدي، عكس ايدي، عكس ايدي، عكس. الله ما خلاص بقى يا مستر، ما انا هقول لك ليه بتك عليها. عكس ما تم في الواقع. اقوم مفكر نفسي بالقاعده، انا كده كده عايز هاد وفعل في تصريف ثالث، وعايز وود هاف ايوه وفعل في تصريف ثالث، بفكر نفسي بس انا شاطر، ما يوقعش الا الشاطر. فكر نفسك، مخك هو اللي يسوقك في الاجابه، ايدك تسبق عقلك هتطبل لك، هتقول لك صح 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 وانت بتهبد. يلا بينا. فاقوم عامل ايه يا مستر عبده؟ اقوم جاي هنا، انا عندي هنا كلمه سو يعني بعديها ايه؟ بعديها النتيجه، يبقى انا زي ما انا لما اشوف كلمه سو في الامتحان ما اغيرش اي حاجه في الترتيب، ابدا باف وانزل. اعمل ايه؟ انا هنا بيقول لي هي، ادي هي didn't study كنسل شاورما، هحولها لهاد تمام، واستدي هتبقى تصريف ثالث، وابص على الجمله لقيتها منفيه مش عايز نفي هنا، يبقى if he had studied hard لو كان ذاكر كويس ايه اللي كان هيحصل؟ اقوم قايل هي عايز ايه؟ عايز would have. شايف البصمجه حلوه هي احيانا، بس انت بصمجي فهمان مع مستر عبد الرحمن. اوكي يبقى would have، وبعدين ابص للفيرب ده، الفيرب بتاع احمد حلمي اهو، ادي الفيرب اهو نزله فيلد، احطها في التصريف الثالث هتلاقيها هي الجلابيه فيلد ذا اكزام. يا مستر انا كده صح؟ لا ناقصني خطوه، هنا كان منفي فهنا اثبته، هنا كان مثبت هنا هنفي. اعمل ايه؟ يبقى would have المفروض تبقى wouldn't have.